مساء السعادة. النهاردة العيد القومي 69 لمحافظتي الجميلة محافظة اسكندرية. هاخدكم معايا. هنروح مكان في فعاليات للاحتفالية دي. طبعا اسكندرية كلها كانت متزينة النهاردة، وكانت الورود وكان البلالين وكان المحافظ موجود في الشوارع. يلا بينا نحتفل على طريقتنا باسكندرية. هنا انا وصلت للمكان اللي انا رايحاه. المكان ده موجود في الأنفوشي عند القلعة. هنا انا وصلت وكان في ازدحام شديد جدا. المكان ده انا مرحتوش من سنين طويلة قوي، تقريبا المكان ده من الاماكن اللي انا كنت بروحها ايام ما كنت في ثانوي. الاماكن اللي زي دي هي اللي شكلت وجودنا زمان. المكان ده هو قصر ثقافة الأنفوشي. هنا أنا دخلت المعرض كله عن اسكندرية وبمناسبة العيد القومي لاسكندرية. واللوحات هنا معمولة من الباستل ومن الزيت وجواش، وفي ألوان أكوريل وفي خامات مختلفة زي ما احنا شايفين. كلها هنا بتعبر عن اسكندرية. طبعا هنا كان قبل الافتتاح، اخدت مرور سريع كده، وبعد كده مع الافتتاح ان شاء الله اخش تاني اوريكم اللوحات بالتفصيل. هنا دي مجموعة الاكوريل. هنا دخلت تاني مع المعرض بعد الافتتاح من قاعة الفنان محمد ناجي. هنا دي كده أول معرض فيه لوحتين معروضين للفنان وائل عمار. الحقيقة من أفضل اللوحات المعروضة في المعرض، بتعبر عن اسكندرية. ودي لوحة الفنانة دعاء كامل، وهي عندها أسلوب مميز في الشغل. يعني دي مش ألوان، دي عبارة عن قصاصات ورقة صغيرة هي بترتبها بنظام معين تعمل منها تدرج الألوان بالشكل ده. وهنا شايفين هنا طبعا العود بتاع سيد درويش. المعرض كله بيحكي قصص اسكندرانية باللوحات، كأنه بيحكي حدوتة اسكندرية وجمال اسكندرية.
هنا دي لوحات مصورة، كان في طبعا جزء التصوير. عايزة اقول لكم ان اصول الثقافة ومراكز الشباب والاوبرا هي اللي بتنمي المواهب، وبتنمي الاحساس، وبتنمي كل حاجة حلوة ممكن تكون في الطفل او في المراهق. يعني احنا كلنا اتربينا في الاماكن دي. انا كنت بروح قصر ثقافة الانفوشي وقصر ثقافة الحرية مركز شباب ابو قير. دي الحاجات اللي شكلتني، ودي الحاجات اللي خلتني احب الفن وادرس الفن. وكمان في الاوبرا، طبعا هبقى اعمل لكم تقرير عن الاوبرا. هنا مسرح سيد درويش. طبعا كل الاماكن دي بترعى الاطفال وبترعى النشء، ودي اماكن كويسة جدا ان احنا نودي ولادنا وندربهم هناك. ده كده كان جزء كده خارجي شوية عن المعرض. كان عبارة عن اكسسوارز هاند ميد، معمول من الفضة ومن الجلد.